موجز الأخبار من قناة الجزائرية للصحافة، أهلا بكم. بداية، أعلن وزير المالية أيمن عبد الرحمن في نية التوجه إلى فتح رأسمالية البنوك العمومية عن طريق البورصة وتدشين فروع البنوك الجزائرية العمومية في الخارج عام 2021. أمنيا، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء من القضاء على إرهابيين 2 بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة. وفي خبر آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه سيتم تنظيم عودة الطلبة الجزائريين للتكوين الإقامي بتونس يوم السبت القادم عن طريق الإقامة الجامعية بوحديد بعنابة. دوليا، الحكومة الصحراوية ترد على تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في محاولاته للتقليل من خطورة ما أقدم عليها المغرب بالكركرات. وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري، كان معكم وليد ماحي، في أمان الله.